طلع الإسلام كله عند الشيعة وحنا ما ندري. صدقوا. شوفوا هذا الكلام خاص نص لأهلنا بجزيرة العرب، اسمعوني كويس. 45 سنة وهم يحفظون أن الشيعة كفار، أقسم بالله 25 سنة. اكتشفنا أن كل قادة الشيعة من آل البيت، وعرفنا ليش السعودي حفظنا أنهم يكرهوا الصحابة وآل البيت ويكرهوا زوجة النبي ويكرهوا. وعرفنا ليش، لأن هم العكس. الشيعة يشوفوا أن الخلافة والولاية والإمامة بآل البيت، طيب، أو أي أحد من آل البيت. لذلك هم ما نسيوا ثارات الحسين، طيب، ناس ما نسيوا ثارات الحسين، وصاروا اسمهم شيعة علي، لأنهم وقفوا مع علي ضد يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية هو اللي سوى التوريث الملكي، افهموا علي. آل سعود وآل نهيان وآل خليفة وآل بريطانيا لما جتنا قبل ما تسقط الخلافة العثمانية ودرست العوائل حق الخيبريين واليهود وكذا، دارسين هذا وعارفين هذا، عارفينه. لذلك يجب أن يكون عندكم الولاء لآل سعود مش آل البيت. الشيعة أو الإيرانيين اللي أنتوا قلتوا عنهم يسبوا نساء الرسول والصحابة وكذا، في فتوى لخاميني وفي لحسن نصر الله، في أكبر من هذول الاثنين عند الشيعة ما في. ينفوا ويفندوا أنهم يسبوا أو أن كذا، وحرموا أصلا بفتوى. لا تقول لي خاميني يخاف منك ويمارس التقية لأنك أنت شايفه هو قاعد يجندل سيدك، هو قاعد يجندل الصهيوني والأمريكي في البحر، مرق أنفهم في البحر وفي الأرض وفي الجو، فما راح يخاف منك أنت ويسوي عليك تقية. لكن اعترف ولا تخليك مكابر، واعترف أن الحكومة هذه، أو اعرف، لازم تعرف أن الحكومة حقتنا حنا، حكومة السعودية، السعودي يشوت والقطري يسدد. هم اللي طلعوا على الشيعة هذا الكلام، هم اللي طلعوا عليهم الحكي هذا كله. وانتم موجود في الانترنت فتاوي خاميني وفتاوي هذا أن ما يسبوا على أصحاب البيت ولا آل البيت ولا الصحابة ولا زوجة النبي ولا آخره. ليش أنت مصر؟ ليش أنت مصر؟ إذا هم مطلعين لك شيوخهم قادتهم ينكروا هذا الشيء وأنت تصر، وش معناته؟ طبعا أنا ما أتكلم مع الشعب، لأن شعبنا العربي والمسلم لو رأى هذا سيقتنع وسيراه وسيعرف أنه كلام حقيقي، طيب. لكن حكوماتكم ليش مصرة؟ إلى الحين تبين الخيط الأبيض من الأسود بعامين، 29 شهر المسلم يموت يذبح يدق، سفير ما سحبوا، 29 شهر نطقت الحجر، 29 شهر أسلموا الكفار برا واستقاموا، وانتوا اللي عندكم ميتين 29 شهر طلعت من المسلم ومن الكافر. جاي يبيعونها الحين نفس الشيء، يقول لك ان الشيعي يسبوا الشيعي وكذا، لذلك يجب ان نقف مع الشيعي ويجب ان نكون ضد الشيعي ونسوي ونعمل. طيب، نسيوا ان في سنتين مرة طلعتهم كلهم برا الاسلام اساسا، وخلتنا حنا نلتفت على الايراني وعلى الشيعي ونشوف شو وضعهم هذولي. مين هذول الناس؟ مين هذول الناس؟ مين هذول الناس اللي حاشدين لهم كوكب الارضي؟ مين هذول الناس اللي انتم شوفوا عقيدتهم هذه؟ هذول الناس اللي أول من سقط منهم الشهيد خاميني حقهم رمزهم، ها، شعره من رأسهم ما تحركت. قالوا لك حنا مشروعنا مشروع أمة. ما هي الأمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة إعادة القوة الإسلامية، وهذا اللي ما يبغوه. عشان كذا كارهين خاميني، وعشان كذا أصلا حاربوا إيران من يوم ما استلم الشاه، من يوم ما استلم الشاه حاربوا إيران. الشاه كان فتح الخزاين لإسرائيل وبريطانيا وأمريكا. الشاه جاء الخاميني ما عجب قادة الخليج والعرب اللي عندك في مشروع إسرائيل الكبرى. ما شفتوا بن سلمان سلم نيوم؟ ما شفتوا الإماراتي سلم النسوان؟ ما شفتوا الكويتية طالعة تقول لك أنا حملت إسرائيلي؟ هذولا الحين المسلمين ما استسلموا، لا الإيرانيين رموا أسلحتهم ولا المقاومة في لبنان ولا ما رموا أسلحتهم للحين. والنسوان تقول لك هذا أنا حامل الكويتية هذاك طالع. وش بيصير أجل إذا رموا أسلحتهم؟ شكرا.